السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم وصفه كده سريعه، حاله سريعه وسهله. لو بتحبوا الوصفات السهله والسريعه زي كده اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. وصفه النهارده هتطلع بالشكل ده، طعمها حلو جدا وسهله جدا وممكن تتقدم لاي ضيوف، وهي بالشكل ده. ومش هتاخد منك غير 4 معالق دقيق. لو مفيش عندك حاجه في البيت خالص تعالى وانا اقولك تعمليها ازاي. اول حاجه بنزل بقطعة زبدة حوالي معلقتين، هفضل اقلب الزبدة كده لغاية ما تسيح في الحلة. بعد كده هنزل ب4 معالق دقيق كبار، وهفضل بقى اشوح كده في الدقيق لغاية ما الدقيق عندي يتحمص او يدوب في الزبدة. بعد كده هحس ان الدقيق خلاص داب في الزبدة وهيبدأ يعمل رغاوي كده. هنزل بقى بكوباية ونص من الحليب، وافضل اقلب كده علشان ما يعملش مني تكتلات. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة، بس انا حطيت على كوب ونص من الحليب حطيت معلقتين كبار من السكر وكان طعمها حلو جدا. بعد ما يوصل عندي بالقوام ده، قوام كريمي وتحفة جدا، هبدأ اصبها في الكاسات بتاعتي. انا عاوزة الكريمة دي توصل لغاية 3/4 الكاس، مش كل الكاس، هنسيب الربع الاخير لحاجة تانية هقولكوا عليها دلوقتي. بعد كده الخطوة التانية هجيب نص كوباية من المية وهقلب فيها معلقة كبيرة من النشا. هجيب بقى حلة تانية كده واحط فيها نص كوباية من السكر علشان نكرمل السكر. طبعا هرفعها على النار ومش هحط فيها اي معلقة خالص علشان ما تكلكعش مني. هفضل اهز الحلة كده من بره لغاية ما السكر عندي يبدأ يسيح. هفضل برضو نفس الطريقة اقلب بالحلة كده، مش هحط فيها اي معلقة. وخليكم فاكرين الحتة دي ان انت ما تحطيش اي معلقة خشب او اي معلقة، علشان السكر في المرحلة دي لو حطيتي اي معلقة هتلاقيه كلكع منك ومسك في بعضه. ولما السكر بقى يسيح كده خالص هبدأ اقلبه بالمعلقة.
وهنزل بنص كوبايه من الميه، وهنفضل نقلب علشان برضو ما يكتلش مني. هتحسي ان هي هتبدأ تكتل كده، ولكن ما تخافيش، افضلي قلبي هتلاقيها ساحت في الميه. ولما يغلي هننزل بنص كوبايه الميه اللي دوبنا فيها معلقه النشا مع التقليب المستمر. وهيبقى بالقوام ده. هننزل بقى ربع الكوبايه الفاضيه، هننزل بالكراميل اللي احنا عملناه ده. لغايه ما نملى الكاس كله. ممكن تزيني الكاس من فوق باي مكسرات موجوده عندك، او ممكن تسيبيها ساده كده، هتكون برضو حلوه جدا. وهو ده الشكل النهائي عندي. هنحطها شويه في التلاجة بعد ما تهدى علشان تكون ساقعه وتجمد اكتر. طعمها حلو جدا، تنفع للضيوف وتنفع تقدميها لاي حد. والطعم تحفه جدا. طبعا كل اللي هياكلها مش هيصدق ان دي من 4 معالق دقيق. طعمها حلو جدا، كأنك بتاكلي كريمه بالظبط. وقوام متماسك وحلوه جدا. عباره عن كريمه طعمها لذيذ جدا وطبقه كراميل كده فوقها. وبس كده بيكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، والوصفه بتاعتنا خلصت. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنت. ولو بتحبوا الوصفات السهله والسريعه اعملوا لي لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.